مساء الفل. اخباركم ايه؟ وحشتوني. معلش اتاخرت عليكم. عندي برد. عندي برد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم. جات لنا رسائل كتيره من الساده المشاهدين طلبوا فيها ان انا ما عنديش برنامج الاوفيس، ما عنديش حزمه الاوفيس ان انا اشتغل بيها على الموبايل او اشتغل بيها على اللابتوب او على الكمبيوتر. طيب هل في طريقه نقدر نشتغل بيها على النت من غير ما يكون عندي حزمه اوفيس؟ بلاش دي. حضرتك النهارده كنت منزل نسخه ويندوز ونسيت ان انت ما عندكش نسخه الاوفيس، وعندك شغل مهم لازم تسلمه بكره ان شاء الله، عندك برزنتيشن مهم، عندك برنامج وورد مهم، عندك ملف اكسل عايز تشتغل عليه، وفي نفس الوقت انت ما عندكش ملف الاوفيس على الجهاز بتاعك. مش معقول هتعطل شغلك عشان تدور على حزمه اوفيس، او هتاخد مثلا 3-4 ساعات عشان تعمل لها داونلود. في حل سريع؟ في حل سريع. يلا بينا على الجهاز. طبعا احنا بنرحب بحضراتكم في قناه المايسترو، بس يا ريت بعد اذنكم نشترك، نعمل اشتراك ونفعل الجرس عشان نقدر ان احنا نستخدم البرامج بتاعتنا ونقدر نتواصل معاكم ونزود الشرح بتاعنا والانتاج بتاعنا بتشجيع ودعم حضرتك. يلا بينا. في الاول حضرتك هتدخل على نافذه جديده خالص من الانترنت. تمام. هيظهر قدامك طبعا انت مداخل الجيميل بتاعك. تمام. هاجي هنا ادوس الاقي عندي الجيميل فيه مجموعه حاجات كتيره جدا وادوات واختصارات هنشتغلها واحده واحده. بس المهم دلوقتي ان احنا نحل مشكله المستند اللي انا عايز اعمله وعايز اسطبه وعايز اكتب جواب او ابعت رساله او اعمل ملف وورد. تمام. الملف ده مش بس ان احنا هنكتب حاجه، لا ده احنا كمان هنقدر. انا عندي مستند كبير 20 30 50 ورقه. تمام. دول طبعا ملفات كبيره جدا، فانا مش هقدر اكتبها كلها، وفي نفس الوقت الموضوع ده مستعجل وعايز اخلصه. فازاي ان احنا نستخدم الصوت في ان هو يكتب لنا الكلام اللي احنا بنقراه. اول ما ندخل هنا هنلاقي شاشه طبعا فاضيه زي ما احنا شايفين. في عندي مستند كنت شغال فيه قبل كده. هاجي من علامه البلس او الزائد دي ادوس هنا، هيجيب لي مستند فاضي. المستند الفاضي لو جيت حضرتك تشوف هتلاقي ملف وتعديل وعرض وادراج والتنسيق وادوات واضافات وكل اللي انت عايزه هتلاقيه زي مستند الاوفيس بالظبط اللي حضرتك شغال فيه. هاجي من هنا من قائمه ملف، بس نستنى نعمل داونلود يحمل. هتلاقي حضرتك كل الوظائف اللي انت بتشتغلها من الوورد العادي هتلاقيها موجوده في المستند ده. هاجي هنا من الملف ادوس كده الاقي فيه عندي بيقول لي جديد او انشاء نسخه او مشاركه او تنزيل او اعاده تسميه للملف اللي انت شغال فيه او ترتيب اللغه او اعدادات الصفحه. تمام. هاجي هنا في تعديل هلاقي بيقول لي تراجع عن اللي انا عملته، ماشي، او اعاده مره ثانيه، ماشي اهو، او قص او لزق او نسخ او اللي انت ايه عايزه اهو. ولو جيت تشوف هنا بيقول لك بيشرح لك الكلام كل قائمه من دول عباره عن ايه. هنا العرض اللي هو اظهار الصفحه، تخطيط الصفحه، الاقتباسات، اظهار الفواصل، عرض التعليقات. هنا بقى الادراج اهو. في ادراج اللي هي انسيرت، هيقول لي عايز تحط صوره او عايز تحط جدول. تمام. او عايز تحط رسم بياني او قائمه منسدله او كل اللي انت عايزه هتلاقيه في قائمه ادراج اهو. تمام. طيب التنسيق، عايز اجيب النص من اليمين للشمال او نص او اظبط فقره او ارقام الصفحات او رؤوس التسجيل او اتجاه الصفحه او الغي التنسيق بصفه عامه. هنا الادوات اهي. هلاقي عندي التدقيق الاملائي، عدد الكلمات، المراجعه، الترجمه، كذا 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 كذا. الاضافات اهي، ماشي. هنا المساعده لو انت عايز تسال سؤال معين وتشتغل بيه. هنا احنا خلاص عرفنا محتويات البرنامج او محتويات المستند والشكل اللي احنا بنتكلم فيه، وازاي ان احنا بيغنينا عن ان انا اكون معايا برنامج الاوفيس او حزمه الاوفيس. في هنا حاجه مهمه جدا جدا برضو بالنسبه للناس اللي عندها ملفات كتيره جدا عايزه تنكتب ومش عارفه تكتبها، او الناس اللي مكسله تكتب لان ما هي سريعه في الكتابه، او الناس اللي ما عندهاش وقت ان هي تقعد تكتب الكلام ده ومحتاجه ان هي تتكلم بسرعه او تقرا، والكلام اللي هي بتقراه يدخل على مستند الوورد اللي قدامنا ده. هنيجي من قائمه ادوات كده اهو، وهقول له الكتابه بالصوت. في الاول طبعا هيقول لك عرف الصوت على الجهاز، هتقول له ايوه اوكي، اسمح له ان هو يسمع الكلام ويسجله، ايوه اوكي. تعالوا كده ندوس على الايقونه دي، اقول له بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في قناه المايسترو. انا كده وقفت، هدوس تاني اهو، ممكن ادوس انتر اقول له احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا من الموضوعات اللي احنا اتفقنا عليها. الموضوع ده اللي هو اسمه قوة الكلمة. قوة الكلمة.
طبعا هو عشان عندي برد فمش مركز معايا اهو. سامعين كل الكلام اللي انا بقوله هو بيكتبه، كل الكلام اللي انا بقوله هو بيكتبه، كل الكلام اللي انا بقوله هو بيكتبه. تقدر بعد كده تقفل الصوت، تمام، وتبدأ تشتغل التنسيق زي ما انت عاوز على الكتابة على النص زي ما انت عاوز. تبدأ تنسق ادي من هنا، هاجي مثلا في الاول بعد بسم الله الرحمن الرحيم احط نقطة واقول له ايه، واقول له انتر اهو. ابدأ اخد ده واجي من هنا اقول له انا عايز الكلام ده في نص السطر من تنسيق اهو، ماشي. ابدأ اقول له انا عايز الخط يبقى بولد اللي هو تخين، عايز يبقى تحته خط اهو. عايز اغير مثلا احط له ارقام ترقيم اهو، ماشي تمام كده. عايز اخلي الكلمه دي بس تحتها خط. كل انواع التنسيق اللي انت عاوزها. احنا النهارده بس كنا بنتكلم على ان نلحق نحل مشكله عشان في حد محتاج ان هو يعمل ملف وورد او برنامج وورد، ماشي، هو ما عندوش حزمه اوفيس على الكمبيوتر او على اللاب. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم المايسترو عماد الجزار.